السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين، وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة مع بعض اشهر انواع حلاوة المولد اللي بتحبها، اللي كلنا بنحبها فعلا، الحمصية والفولية، بطريقة بسيطة ومكونات موجودة في كل بيت. وقبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما احنا شايفين نجيب الحاجة اللي هنبدأ لأن انتوا عارفين ان السمسمية والفولية والحمصية دي حاجات لازم تبقى سريعة وجاهزة الحاجة اللي هتحط فيها، لأن ساعتها بتجري مع نفسك، لأن بيكون قبل ما تتجمد منك لازم تكون مجهزة الحاجة اللي هتحط فيها الفولية والحمصية والكلام ده كله. زي ما احنا شايفين عملنا المكونات الأول، طلعوا كوبايتين لكل حاجة، لازم على كل كوبايتين بنعمل كوباية سكر بس، معاها تلت كوباية مية، ولو أقل من كده السكر بتقللي المية تخليه ربع كوباية مثلا. هنحط تلت كوباية ونحط معاها معلقة عسل جلوكوز، ولو عندك ملح ليمون بتحطي، ما عندكيش ملح ليمون في البيت ابسط شيء بتجيبي نص ليمونة وعصرة نص ليمونة بس بدل ملح الليمون. يعني كل حاجة هتبقى متوفرة عندك، موجود طبعا الليمون الآن بكترة. ونسيبها بقى زي ما احنا شايفين، ونجيش جنبها لغاية هي بتتكرمل مع نفسها، لغاية ما تبص تلاقيها عملت زي الإزاز، ادتك شكل الإزاز. ساعتها بتحطي يكون مسخنة الحمص كويس، لازم يكون سخن، والعسل اللي انت عاملاه سخن. اول ما بتوصل لدرجة ان هي بدأت تصفر بقوم حطاها ومقلباها زي ما انت شايفة. بتبقى الحكاية دي عايزة سرعة جامد. واروح للحاجة اللي انا حاطة فيها رشة فيها زيت عشان ما يلزقش معاكي البايركس، وكل حاجة بتحط لها زيت. يعني المعلقة اللي انتوا شايفينها دي حطينا لها زيت، الرشة كده اللي بيفرد النشابة الأخرى محطوط لها زيت، وإلا هتبص تلاقيها اتمسكت برضو مع الحمص. عايزة سرعة الحكاية دي بسرعة، لأن انتوا عارفين هتبص تلاقيها اتكتلت معاكي ومش هتعرفي تفرديها. وبنقطعها بقى فوائد الحمص كبيرة جدا. هو غني بالبروتين، يساعد على تقوية العضلات، ينظم مستوى السكر في الدم، حلو لصحة القلب، غني بالحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك. الحمص مصدر ممتاز للألياف، يحسن الهضم، يقلل من الإمساك، يقلل من الكوليسترول الضار، لأن به بعض الألياف والمعادن، ينظم مستوى السكر في الدم. الإفراط في تناوله يسبب انتفاخ، ويجب الاعتدال. يساعد في التحكم في الوزن، لأنها وجبة خفيفة ومشبعة. زي ما احنا شايفين بنقطع الحمصية. أما عن الفول السوداني فهو غني بالبروتين، يساعد في بناء العضلات والشعور بالشبع، مصدر للطاقة، يحمي القلب لأنه بيقلل الكوليسترول الضار ويرفع الكوليسترول النافع. نفس اللي عملناه في الحمصية هنعمله في الفولية. طبعا الخطوات انتوا عارفينها، عشان كده حبيت بقى يعني عشان الفيديو ما يطولش، اللي هو كوباية سكر، لان احنا معايرين وطلع ان هو كوبايتين فول. بتعملي برضو
نفس الحكاية، كوباية سكر معاها معلقة عسل جلوكوز، معاها معلقة صغيرة ملح ليمون أو نص ليمونة، سبق وقدمنا على القناة الملبن الأحمر، حلاوة المولد، قشطة حلاوة المولد، الحمصية والفولية بالكراميل، وطبعا القشطة حلاوة المولد، قشطة حلاوة المولد. رابط في قائمة تشغيل في صندوق الوصف كله قائمة التشغيل اللي عملناها على القناة. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك، والى اللقاء مع وصفة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.